السلام عليكم يا عمده. عليكم السلام ورحمة الله. يا سيدي أنا جايك أشتكي من جاري هذا أبو صنهاد، جاب لنا الجنان في الحارة، كل شوية الحمد لله كيف الحال، عزايم، ضيع وقتي ووقت أهل الحي، يعني شوف لنا حل، أنت كبيرنا وحلنا. صلوا على النبي واستريحوا نفهم منكم، اجلسوا. سبحان الله كل واحد مننا عنده 24 ساعة في وقته، مثلا كريم عنده 24 ساعة، محسن عنده 24 ساعة، موزع بالتساوي على كل الناس، لكن الفرق بين هذا وبين هذا انه الناجح دائما تلقاه سبحان الله يستثمر وقته ويحطه في شيء مفيد. في ناس تدير وقتها وتستفيد منه، وفي ناس تدير وقتها وتحرقه وتضيعه بس، ويلا ايش رايك امشي خلينا نضيع وقت، يا هو امشي يا هو خلينا نلف شويه في السياره، ايش نسوي؟ نروح مول، نروح نتمشى، نروح نجي هنا ونروح نضيع اوقاتنا باشياء احنا نحبها بس مش مفروضه علينا ولا هي واجبه علينا. عاوز اعرف معنى العمر مش بعزها ايه؟ مش فاهم يعني. لما تتجوز الثانية يبقى العمر مش بعزها فعلا. لا تضيع عمرك بشيء ما له فائدة. هي كلمة بتعبر عن ان الواحد المفروض ان هو يستغل الفترة اللي هو عايشها. في شغلات حلوة لازم تتمتع بيها، يعني لازم تستغلها في الحياة. يعني انت دلوقتي تروح ترمي نفسك قدام السيارة، هل هتعيش تاني؟ طيب يعني تروح تضرب حالك طخة ولا عيارين، هتعيش تاني؟ زي دي؟ لا مش لعب الورق، لعب الورق يعني من الحاجات اللي ترفه علينا، يعني ترفيه. في كلمة كويسة بتتقال في الحالات اللي زي دي، الحياة بتاعتك معناها هو قد ايه انت بتضيف للحياة. ده المقصود. تروح تتجوز هتعيش تاني؟ تتجوز واحدة ولا تنتين؟ لا كفاية واحدة بس، احنا قدرنا على واحدة. يا عمده الله يمسيك بالخير، حنا جيران والجار له حق على الجار، وانا رجال احب واطمئن على جيراني وانت نشدهم وانشد على الحال، وهذا هو الحال. يا سلام عليك. محمد أبدو تغني على راسي هنا. وانت يا عمده كيف الحال؟ بس خلاص أكلت مخي. شفت يا عمده عشان تصدق اشتغل. الكلام الفاضي هذا انشد عنك يا عمده. يا شيخ. انشد عنك يا عمده. خلاص لا تنشد عني ولا انشد عنك، الكلام الله الفاضي. انت فين ساكن؟ في بيتنا الله يسلمك. لا يا شيخ. اي والله. مو في البقالة؟ لا في بيتنا. لا يكون في الشارع. عشاك عندنا الله يرحم والديك. أجبر استهبال على راسي. انت عندنا جديد في الحي هذا؟ لا مستعمل. يا شيخ بالله تعال دغدغ. والله دغدغك يا عم. مش مكانك يا ابشر بعزه. انا العمده هنا. ودغدغك راوي. ودي دغدغك. اقول راوي. اترك من الكلام الفاضي هذا. سمع. احنا هنا في الحي هذا ما حد يضيع وقت احد. احنا كلنا هنا ناس هاديه ورايقه. اظبط ابو صنهاد معانا. ابشر. زوجنا. على خشم. يقول ابن القيم رحمه الله: أعوذ بالله من صحبة البطالين، رأيت أناسا كثيرا يجرون علي فيما اعتاده الناس من كثرة الزيارات. هلا ابو صنهاد حياك الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ان شاء الله. وشلونك طيب؟ كيف الحال؟ عساك طيب؟ عشاك عندي. عشاء؟ ماني سامعك. بكرة. لي انا ليش؟ ايش الكلافة دي يا ابو صنهاد؟ كرامة لك من السفر جاي انت. طيب بكرة ان شاء الله اكون عندك. للأسف ساعاتنا نشتري ساعات أغلى من دقائقنا وأوقاتنا، وهذه مشكلة. في دكتور يقول لك سوى محاضرة كذا، جاب سطل كبير وجاب كور متعددة الأحجام، جاب كور الكبيرة أول شيء وحطها في السطل هذا وقال للطلاب: إيش رأيكم باقي شيء في السطل هذا؟ نقدر نشيل شيء ثاني؟ يقدر نحط كور ثانية؟ قالوا لا. قال لا، جاب الأصغر منها وحطها وجات ووسعت في السطل. قال ها نقدر نجيب كمان شيء نحطه في السطل ده؟ طالعوا كذا: لا ما نعتقد يا دكتور، خلاص فل اوبشن. قال لا نقدر. جاب كمان شوية تراب وملاه وحطه في السطل وتوسع. قال ها نقدر نحط شيء ثاني؟ طالعوا كذا: لا يا ابويا عاد احنا نتحداك هنا ما عاد تقدر. جاب فنجان قهوة ورماه كذا فوق السطل وتغلغلت المويه فيه. طالعوا كذا والله جات كلها جات. طيب ايش الشاهد؟ الشاهد انه رتب الاولويات، اذا رتبنا الاولويات بنلقى وقت لكل شيء نسويه وكل مهامنا نسويها في يومنا. ذيبان العشاء وين ما جيتها؟ عشاء انا ماني اعازمك عشاء امس. اوه اعوي مثل الذيب اعوي.
يا شيخ اجلس خليني افهمك الهرجه. اجلس. هرجت وش هرجتها؟ اجلس ده. انا عازمك احسب انك رجال عند الري يجي تاخر الري يجي للساعه 1 في الليل ما تعشوا. احسب انك كفو عازمك والله هالشرها علي انا مو عليك انت. انت تحسب الناس فاضيين زيك؟ فاضيين؟ احد فاضل التيوس حقتك هذه؟ تيوس التيس انت التيس انت التيس. انا ما مد له مفاطيح اذنابات كذا ما مد له الحيل انا. امي اللي هي امي اعز مني ومنك 3 شهور ما زرتها. امك ما زرتها 3 اشهر مالي فاضي. وتجهر بالمعصيه. جتك عقوبه من السماء لاجل امك مو بلي. انا اللي بعاقبك الحين لاجل امك يا عاق الوالدين يا غبي. نسم. انا بوريك التنسيم والهبال الحين. اصبر. ايش في يا ابو سناد؟ ابو سناد ارحمني يا غضيب الوالدين. تزورها ولا ما تزورها؟ سلم لي عليها. قل لها عذبني الله يا غضيب الوالدين. امك. خلاص. نتمنى أول شيء نكون خفيفين ظل عليكم، ولا تنسوا تسووا لايك عشان خاطر عيون أبو صنهاد والمسكين محسن اللي انجلد، ولا تنسوا طبعا تسووا لايك وتسووا اشتراك وسبسكرايب معنا في القناة، وإذا عجبتكم الحلقة سووا لها نشر عشان خاطر عيون كريم. يقول لك من أول أنا كريم ويمن، ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.